عايز اتكلم عن حاجه مضايقاني كده شويه وانا بخش على الفيديوهات على النت. اول ما بخش على النت انا كنت عايز اعمل فيديوهات من زمان، بس لقيت ناس كتير بتقول لك اتعلم المهاره دي والتصوير ده والكاميرا دي وتعلم التركايه دي، واما هتعمل التركايه دي انت هتعمل مع الزبون، هتتكلم مع الناس، هتعرف تشرح لهم اما تعمل التركايه دي هتجيب ما اعرفش ايه الهوك ده بيعمل ما اعرفش ايه، وكله هبد، كله كلام فارغ. والسبب من وجهه نظري ان هو كلام فارغ. لو انت ما بتعرفش تتكلم قصاد الكاميرا، كل اللي انت شايفه على النت ده كله تضييع وقت. تمام، كله تضييع وقت. فاول مهاره لازم تتعلمها انك تمسك الكاميرا وتتكلم. انت مش محتاج حد يقول لك تتكلم ازاي، انت محتاج تلاقي نفسك وصوتك قصاد الكاميرا، عشان انت نفسك لو انت بتتكلم بصوت غير صوتك الموضوع هيبقى صعب. امتى ابدا استعمل السكريبتات؟ ابدا استعمل السكريبتات اما اكون مستريح مع الكاميرا. خلي بالكم في ناس كتير انا اعرفها هنا في بالي، يوتيوبر مشهورين، كل اللي بيعملوه بيمسكوا التليفون ويتكلموا، بس طبعا هم عندهم فكر، يعني مش بيتكلموا وخلاص. فاللي انا عايز اقوله النهارده يا جماعه، ما تتعلموش مهاره الا لما تبداوا بالانر سكيلز الاول. اي مهاره في الدنيا لو هتتكلموا تصوير قصاد الكاميرا لازم 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 تفتح الكاميرا وتتكلم كل يوم. بعد 50 فيديو ممكن تتعلم تركايه، تركايه واحده. بعد 50 فيديو، بعد 100 فيديو تتعلم تركايه تانيه. بس والكلام ده ينطبق على اي مهاره تانية برضو، لان انا مش عايز حد يضيع وقته في النت، كله بيبيع. بس لو انت مش محتاج المهاره ما تشتريهاش. لو انت ما بتعرفش تعمل الاساسيات بتاعتها برضو ما تشتريهاش، اتعلم بنفسك. والنهارده اي حاجه تقدر تتعلمها بالاي اي بسؤال.